حكاية النهاردة عن بنوتة جميلة، لما تشوفها من بعيد تبان قوية، تضحك دايما، في وشها أمل جميل. بس أول ما بتبقى لوحدها بتنهار. كل يوم بيتكرر في عقلها نفس الفكرة: أنا تعبت، مفيش حاجة تستاهل أكمل عشانها. ومع الوقت الفكرة كبرت وبقت أقرب لعقلها من أي وقت فات. بس في يوم، بدل ما تسيب الفكرة دي تسيطر على عقلها، قررت قرار جميل أوي. بعتت رسالة لاستشارية نفسية وقالت لها: أنا مش كويسة، أنا محتاجة حد يسمعني. يمكن الرسالة دي بالنسبة لحد تاني تبان عادية أوي، لكن بالنسبة لها هي كانت النجاة بدل الموت. وعلم النفس بيقول إن أصعب لحظة على الإنسان اللي بيختار يسكت فيها. أما لو اختار يكسر الدايرة دي، دايرة اليأس دي، يبقى لازم يتكلم. يعني حتى لو شايف الدنيا ضلمة، في باب نور مستنيك، محتاج منك بس خطوة، خطوة تختار فيها حد يسمعك بدل ما تنهي حياتك. فضلا، لو انت تعبان او انتي تعبانة، ما تختاروش تبقوا لوحدكم، ما تفضلوش ساكتين ولوحدكم، ما تختاروش الوحدة. اتكلم، دور على حد يسمعك بجد. ممكن كلمة بسيطة قد كده تكون سبب في نجاة حياتك. سلام عليكم.